بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة حرس الحدود والأهلي النهاردة. الدوري المصري ممتاز وعودة الدوري المصري ممتاز. هنتكلم على طاقم التحكيم النهاردة، أمين عمر ورفاقه. الحالة التحكيمية هنتكلم عليها وبعد كده نقيم طاقم التحكيم بالكامل النهاردة. في الدقيقة 11 تسلل صحيح على حرس الحدود، المساعد الثاني كان واقف في تمركز صحيح وكان تسلل صحيح على نادي حرس الحدود. في الدقيقة 26 مطالبة بطاقة صفراء على انذار على لاعب حرس الحدود رقم 20. المسك الواضح للاعب النادي الاهلي في هجمة واحدة، وقرار صحيح من امين عمر وكان موجود في مكان ممتاز. في الدقيقة 27 الشك في ركلة جزاء للنادي الاهلي. طاهر محمد طاهر مدافع حرس الحدود ما حركش رجليه الاثنين خالص، ما فيش اي تلامس حصل، ما فيش اي اعاقه من لاعب حرس الحدود، وبالتالي قرار صحيح من حكم المباراه اللي كان موجود في مكان ممتاز. ما فيش اي اكسترا موفمنت او حركه اضافيه من رجل لاعب حرس الحدود او اي اعاقه لطاهر محمد طاهر. الحكم امين كان موجود في مكان ممتاز، خد القرار الصحيح بعدم احتساب ركله جزاء، والقرار صحيح ومراجعه صحيحه من حكم الفار. في الدقيقة 32 في تسلل صحيح على النادي الأهلي، المساعد الأول ده تمركز المساعد كان هايل والتسلل كان موجود وقرار صحيح. في الدقيقة 46 وبعض الثواني في الدقيقة 47 في الشوط الأولاني في الوقت بدل الضايع، القرار الأهم في المباراة وهدف تم احتسابه النادي الأهلي والمساعد يحسب الهدف، وبعد كده حكم الفار تدخل وألغى الهدف بداعي التسلل. لعبه صعبه جدا على المساعد، كان متمركز تمركز هايل. خد القرار باستمرار اللعب، وفي قرار لعبه اصلا يعني اللعبه دي اتعمل الفار عشان الالعاب زي دي. لعبه صعبه جدا، الخطوط اترسمت بصوره صحيحه، لحظه لمس الكره من المساعد، لمس الكره من زميل المهاجم، اللحظه الاولى لمس الكره، وبعد كده رسم الخطوط من نص الكم لمدافع الحرس ونص الكم لمدافع النادي الاهلي الاقرب لخط مرمى حرس الحدود. وبالتالي كان فيه تسلل بمليمترات بسيطة على لاعب النادي أو سنتيمترات بسيطة على لاعب النادي الأهلي، وقرار صحيح من حكم الفار بإلغاء هدف النادي الأهلي. والحكم المساعد لا يسأل عن اللعبة دي لأن اللعبة دي صعبة جدا على أي مساعد، هي دي لعبة فار. في الآخر بنتكلم إن النهارده مباراة تحكيميا أمين عمر وطاقم التحكيم النهارده أدوروها بصورة مميزة جدا. خرجنا من المباراه ما حسيناش بطاقم التحكيم ولا بالتحكيم في المباراه، وده اللي مطلوب للتحكيم المصري بعد الفتره اللي فاتت اللي كان فيها مشاكل وكده. بكلمكم على الاداء، اداء محترم، نتمنى ان شاء الله بعد المعسكر اللي فات وبعد اداء النهارده يستمر التحكيم بالصوره المحترمه اللي شفناها النهارده في مباراه النهارده. هتكلم على اللقطه التحكيميه في مباراه سيراميكا كليوباترا النهارده والمقاولين العرب، واحتجاج لاعبي سيراميكا والجهاز الفني والسيراميكا كلهم على حكم المباراه في الهدف اللي تم احتسابه للمقاولين العرب. اللعبه فيها فاول على لاعب سيراميكا، لكن تم اتاحه الفرصه وخدها زميله واتنقلت نقله ثانيه، وبعد كده اتقطعت من المقاولين وتم بناء هجمه جديده للاعبي المقاولين، وهدف صحيح تم احتسابه للمقاولين العرب. ما كانش فيه اي داعي للاعتراض من لاعبي سيراميكا، وبالتالي بنتكلم ان التحكيم النهارده مشي بصوره محترمه جدا. نتمنى ان شاء الله في قادم المباريات التوفيق للتحكيم المصري.